يعني اتفقتم، نستطيع أن نقول أنكم الآن هناك اتفاق على أن الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية تترأس شخصية غير حزبية كما كانت توصية المرجعية، وبالتالي أنتم أيضا اتفقتم مع القوى الكردية على شخص رئيس الجمهورية، صحيح؟ يعني لحد الآن تقريبا تفاهم كبير بيننا وبين الإصلاح والإعمار على قضية منصب رئيس وزراء. وفعلا يعني الآن الشخصية اللي تم اختيارها بشكل أولي هي شخصية مستقلة، عرضت على المرجعية والمرجعية وافقت من حيث المبدأ على أنه هذه الشخصية فعلا تطابق المعايير. هل يمكن أن نعرف الاسم؟ وهي مستقلة لا تنتمي إلى حزب. والله تعرفين يعني هذا في بدايته يعني ما نقدر نصرح به إلى أن نوصل إلى تفاهم عالي بيناتنا. بس أنت تقول شيء مهم الآن، لها باع كبير. ممتاز، أنت تقول الآن شيء مهم أنه هناك اسم يعني عرض على المرجعية. هذه حصرية لكم. ممتاز، يعني هناك اسم فعلا نعم عرض على المرجعية وحصل على توافق المرجعية وعلى توافق الكتلتين، يعني التحالفين، الإصلاح وتحالف البناء والقوى الكردية. نعم الآن يعني بصراحة راح يعني أقول لك على أنه السيد عادل عبد المهدي تقريبا يعني قد قطع أكثر من 90% من شوط القبول بين الكتلتين، وهو شخصية مستقلة وسياسية محترمة، وحقيقة يعني هنالك قبول أولي من الجميع، وأيضا هنالك مؤشرات إيجابية أتت من النجف باتجاهه، ونحن على وشك وضع البصمات الأخيرة أو اللمسات الأخيرة إن شاء الله بتسميته بشكل رسمي.